3 ما كانوش في حالته. ده والجون كمان ما كانش في حالته. هو ده 3 قدامه واللي ورا المصيبه اللي ورا. انت زعلت ان بيراميدز غلب 3؟ اه طبعا. طبعا. ليه؟ بص يا حبيبي، انت مش راجل لعبت في الاهلي؟ يا حبيبي انا مالي، انت بتكلمني كوره فني. ايوه بقول لك زعلت. زعلت ما تفرح لسبب. للاهلي. انت مالك يا عم مي؟ بفرح ولا ازعل؟ انت مالك؟ ولا لما تشتم انت بتدافع عني؟ انت بتتكلم في جزئيه ثانيه. طيب ماشي. قال يا هو بيشتموني ليل ونهار، ما انا بقول طيب. الاهلي ايام بايلر حاجه خلاص واطلع اتشتم. خلاص بقول الراجل، ما انا بدافع عنك اهو. طيب يعني لا انا بتكلم على برضو، ما خلي بالك برضو يا حبيبي انت دلوقتي بتكلمني كوره. لا ثواني بس. انافق؟ لا ثواني بس، اهدى بس اهدى. يعني اغير كلامي؟ اهدى، عايز افهمك حاجه بس. الناس الموجوده دلوقتي ما كانوش موجودين لما الكابتن رضا لعب في الاهلي وعمل بطولات مع النادي الاهلي وادى للنادي الاهلي. وكنت برضو يعني في ناس يقول لك لا كابتن رضا نجح مع الزمالك وفشل مع الاهلي. لا، ازاي واحد جايب جون بدوري يبقى فشل؟ لا استنى استنى بس عشان ارد عليك في دي. قول لي. قبل ما انا اجي نادي الاهلي، ايوه، كان النادي الاهلي بقاله كام سنه ما خدش دوري؟ حوالي 3 سنتين. من 88 89 انت داخل 93 94. لا هو الزمالك خد ده. كان في الاسماعيلي في النص. اوكي لا ماشي. وفي سنه الدوري اتلغى فيها. وفي ماشي، يعني اصل الزمالك كام سنه؟ 4 سنين. 4 سنين. طيب ال4 سنين دولت او ال5 سنين دولت. السنه اللي الدوري اتلغى بتاعت 90. ايوه. واخد بال حضرتك؟ انت ما خدتش دوري فيهم، انا لما اجي لك وناخد دوري تمام مع كل خلاص شكرا. انا بالنسبه لي نجحت. واخد بالك؟ بالنسبه لي نجحت. لا وايه كمان؟ ان في اخر الموسم في السنه الاولانيه انت بتلاعب النادي الاسماعيلي على ماتش فاصل، زي ما انت لعبت النادي الاسماعيلي ماتش فاصل والمحله في المحله والاسماعيلي كسب 2، فاكر؟ عارف. فاحنا كسبنا 4-3. عارف. بتاع ماتش اسكندريه. وكان ليا هدفين مؤثرين، واحد لرمضان واحد لايمن شوقي. حلو. صح. عايز بس اقول لك حاجه. استنى بس، لا استنى بس احللك اللغز. استنى بس اهديك. اسمعني، لا سيبك بقى سنه ما تفرقش معايا. اصل انت ماشي من الاهلي بقالك 28 سنه، يعني الناس اللي عندها 25 سنه ما تعرفش عنك يا حاجه. حبيبي ماشي، وانا ما تعرفش عنك حاجه يا حبيبي. ليه ما تعرفش؟ ما بتخش على ايوه ماشي برضو يعني هو لو في اصلا لو في احترام يكلموك باحترام. تمام. زي ما انت بتتكلم عن النادي الاهلي باحترام، انت اتكلم على اشخاص زي ما انت عايز، ما حدش له فيه. احنا بنتكلم على الجماهير. انا جيت في مره اخطأت في كيان الاهلي او نادي الزمالك؟ معايا انا؟ لا مع اي حد. لا معايا انا. لا انا بص الكيان ده على جنب، انما اشخاص هو نبي، هو من الصحابه ما بيغلطوا. تمام. انت فاهمني؟ فطالما بيغلطوا يبقى ينتقدوا. انا بس صعبان عليا ان انت راجل اديت للنادي الاهلي. ما هم مش عاملين الكلام ده في حساباتهم. في النادي الاهلي يابا، هم وتعبت في النادي الاهلي. طيب. وجبت بطولات مع النادي الاهلي. حلو. ده تاريخ. طب عمر ما حد هيقدر يغيره. فين التقدير بقى؟ ده انت ما عملتش يا راجل مداخله في القناه، ده انت ما فيش مره استضافوك في القناه، صح؟ ما بيعرضوش اهدافك في ولا ماتشاتك في القناه، صح؟ صح. طيب لما من المستشار مرتضى وانت تسيب نادي الزمالك بالضجه ديت ويعمل لك جنينه عنده، وكل شويه عايزين يعملوا لي مداخله في قناه الزمالك. ايوه ما هو الاهلي ما بيعملش جناين. لا التقدير. انا بكلمك على انت سايب نادي الزمالك ومشيت، يعني المفروض هو يتفرض عليه يعمل، بس ما بيعملش، هو عمل بمزاجه. واخد بال حضرتك؟ وبشكره لانك انت ده رد للجميل، ان الراجل ده في يوم من الايام خدم نادي الزمالك، ما خدمش مرتضى منصور.